كل متابعيني مرحبا بكم واهلا وسهلا بجيش مطبخ سكيدية. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا اليوم بعد ما حطيت لكم الوصفه ديال الدجاج محمر، نتمنى تكونوا جربتوها وتعطوا لي رايكم، ونتمنى من كل قلبي هو ولي فيديو كامل تكون نسبة المشاهدة فيهم اللي يستحقوها إن شاء الله، بيسك هاد القناة حيبتها تطلع قدام ما يوصل رمضان إن شاء الله ونحقق كامل الشروط بإذن الله. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم كيكة ولا أروع بزوج حبيبات بيض وبالزبيب. صدقوني كيكة توب توب توب، اللي حبت تعرفها ما عليها غير تابع الفيديو من الأول إلى الآخر من دون ما تجوز الخط الأحمر وتجوز الاعلانات من كل، وتخلي لي في الاخير بصمه اللايك والاشتراك وكومنتير للتحفيز ان شاء الله. نبدا على بركه الله. بسم الله. بالمقادير عندي بسم الله عندي زوج حبيبات بيض، عندي كاس الا ربع سكر، كاس الا ربع زيت، كاس الا ربع ماء ساخن، وعندي كاس الا ربع كذلك نشاء، وعندي كذلك الزبيب خليط ما بين الزبيب الاسود والزبيب الاصفر، عندي كذلك الرشه ديال الملح، واكيد عندي ملعقه ديال لافانيك، 2 باكي خماره كيميائيه. نبدا على بركه الله. بسم الله. بطريقه التحضير، اول حاجه نجيبوا الاناء ديالنا اللي راح نخلطوا فيه هذه الكيكه العجيبه، نكسروا فيها زوج حبيبات ديال البيض. وضروري جدا اول ملاحظات ديالي هو انه البيض يكون بحراره الغرفه وكل المكونات تكون بحراره الغرفه. بعد ما نكسروا زوج حبيبات ديال البيض نضيفوا لهم الرشه ديال الملح والملعقه ديال لافاني. ضروري جدا الرشه ديال الملح، علاش؟ الملح راهو يعدل الذوق ديال الكيكه ديالنا وكذلك يعطيها الاحمرار الشباب. بعد ما نضيف الملح والافاني نضيف نصف الكميه ديال السكر ونروح نضرب بالضراب الكهربائي حتى يضاعف الحجم ديال الخليط، ونتاكد انه السكر الكميه الاولى راهي دابت وضاعف الحجم الخليط. بعد هذا نزيد الكميه الثانيه من السكر، ونتمنى بعد ما فوتتوا في هذا الوقت الفيديو نتمنى تحبسوه وتهبطوا تعملوا لي لايك وتخليوا لي كومنتير للتحفيز، لانه ان شاء الله يا ربي نتمنى منكم انكم تبارطاجيو لي فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاصدقاء والاحباب ديالكم. قد ما بارطاجيتيو الفيديو قد ما الفيديو يطلع بالليجام، وقد ما يكونوا ليجام يقترحوا اليوتيوب على على الاخوات الاخرين ان شاء الله، وهكا تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. بعد ما دابت لي الكميه الاولى ديال السكر زدت الكميه الثانيه وراني نضرب بالضراب الكهربائي. ضروري جدا في هذه المرحله نستعملوا الضراب الكهربائي حتى في المرحله كامل. بعد ما نتاكد انه الكميه كامل ديال السكر دابت وتخلط الخليط جيدا وكل المكونات تجانست مع بعضها البعض، نروح للحواف ديال البول ديالنا. كيما دائما نعطيها لكم ملاحظه، لانه السكر تلقاوه عاد ما دابش، لازم عليكم تعملوا هذه العمليه بالسطاشيله وتعاودوا تضربوا جيدا. بعد هذا تضيفوا المكونات الاخرى جيدا بهذا الشكل. بعد هذا اكيد بطبيعه الحال نروح نضيف كاس الا ربع من الزيت، لكن الزيت نضيفوه درجه درجه كما كنطلعوا المايونيز. قد ما طلعتيو هذا الجينواز كانها جينواز قد ما تجيكم الكيكه في الاخر هشيشه. ودرك تشوفوها معي في الاخر كي نروح نفتح لكم الكيكه نقطعها لكم وتشوفوا كيفاش هشيشه لدرجه اني ما نقدرش نقطعها وهي سخونه، يعني بالسياسه عليها. بعد ما ضفت الكميه الاولى من الزيت راني نخلط بالضراب، وكل مره نضيفه حتى نخلط كامل الكميه ديال الزيت وتدخل في المكونات الاخرى. وقد ما نضربوا بالضراب الكهربائي قلت لكم قد ما يضاعف الحجم ديال الكيكه ديالنا. كما تعرفوا انا هاد الكيكه بزوج حبيبات ديال البيض فقط. بعد هذا نجيب كاس الا ربع من الماء اللي يكون ساخن ونروح نضيفه، انا نخلط بالضراب الكهربائي. بعد ما نخلط بالضراب الكهربائي ونتاكد انه كل المكونات تجانست مع بعضها البعض، ننزع الضراب الكهربائي ونبدا نضيف في المكونات الناشفه اللي السر ديالي في هاد الكيكه اللي راح يعطيك هشاشه واحمرار وذوق بزاف شباب وخفيف اللي هي النشاء. شوفوا انا عندي زوج حوايج نضيفهم للكيك اليومي اللي نستعمله نشربوا به الحليب العادي، اللي هما اول حاجه بديت لكم بالنشا،
دائما دائما لازم نغربلو النشا ولا اي النواشف، ضروري جدا يتغربلو. بعد ما ضفت كأس إلا ربع من النشاء، نروح نضيف الكأس الأول من الفارينة، لكن ما تاخدوش على العبارة ديال الفارينة، كل نوعية وكيفاه، كاين نوعية تشرب ونوعية ما تشربش. أنا لهنايا عملت كاس في الأول، كما قلت لكم دائما نغربلو. بعد هذا نروح نخلط هذا الخليط من الأسفل إلى الأعلى حتى الفارينة ديالي تدخل في الخليط، ونتحصل على الخليط اللي نشكل به رقم 8، ويتشكل لي في هذاك الوقت نحبس أني نوضع الفارينة بهذا الشكل. ونستعملوا في هذه المرحله الفوي، علاش الفوي يزيد يدخلنا الهواء للكيكه ديالنا وتجينا خفيفه واسفنجيه وطالعه ما شاء الله. وهاد الكيكه علاش اخترتها لكم لي فاكونس، اخترتها لكم تروحوا تهنيوا بها، تروحوا ضياف بها، يعني حاجه تحمر الوجه. وخاصه التزيين اللي عملته لها عطاها حاجه ملكيه وراقيه في نفس الوقت بحاجه قليله، يعني بحوايج موجودين في كل بيت. بعد ما دخلت الكأس الأول من الفارينة، زدت الكأس الثاني كما راكم تشوفوا، راني نضيف فيه بشوي بشوي بهذا الشكل. ونتمنى من كل القلب انكم تبارطاجيو لي فيديو ديالي، انكم تطلعوا القناه هذه، لانه القناه قناتكم وانتم اللي تطلعوها. انا ما عليا غير اني نجيب لكم الوصفات الناجحه نحطها لكم، نعطيها لكم على اكمل وجه بكامل الاسرار ديالها، بكامل الخبايا ديالها، وصفات اقتصاديه وتوالم كل البيوت الجزائريه وكل الطبقات. لكن الباقي عليكم انتم اللي تطلعوا لي فيديو، وانتم اللي تنجحوا هذه القناه باذن الله. بعد ما ضفت الكميه ديال الفارينه، كما قلت لكم انا اللي هنا خديت لي 2.5 كيسان ديال الفارينه، وانتم كل فارينه وكيفاه. بعد ما ضفت الفارينه ضفت 2 باكي خماره كيميائيه مع ملعقتين من الخل ابيض او احمر، المهم خل. لكن ضروري جدا تضيفوا الخل، اللي قلت لكم الحاجه الثانيه اللي تخفف الكيك هي النشا، كذلك الملعقتين ديال الخل اللي يخليو الكيك يجي هشيش وبنين وطالع ما شاء الله. درك نصف الكاس هذا اللي بقى لي واش نروح نعمله، ونروح نضيفه مع الزبيب ديالي اللي عملت خليط ما بين الزبيب الاصفر والزبيب الاسود اللي حكيت لكم عليه. شوفوا كيفاش البنابن موجودين في الخليطه ديالي في الكيكه ديالنا، تعرفوا باللي عطينا لها حقها في الخلط، عطينا لها حقها في الفارينه ما شاء الله. بعد هذا نروح نضيف للزبيب ديالي شويه ديال الفارينه. علاش نضيف للزبيب ديالي شويه ديال الفارينه؟ باه ما يتحرقش، وكذلك باش ما يهبطليش للقاعده ديال المول ديالي. هذا هو علاش نضيفوا الفارينه للزبيب ديالنا. وانتم هذا الزبيب راهو ضروري جدا للاطفال ديالكم، المدارس ديالكم لما ياكلوها الصباح وتكون مغذيه راهم رايحين ناشطين للمدارس ديالهم ما شاء الله. بعد ما نضيف الفارينه نخلطو في الزبيب ديالنا، ونضيف الزبيب ديالي في وسط هاد الفارينه. وبالنسبه للمول اللي استعملته في هاد النهار هو القطره ديالو 20 سنتيم. بعد ما كنت دهنته اكيد بطبيعه الحال الزبده دائما، ونضيف له بطبيعه الحال الفارينه ضروري جدا. وكما قلت لكم هاد المول 20 سنتيم فيه بهذا الشكل، ونضيف له الفارينه. يعني انا مع اني على بالي انه المول ديالي ما يلصقش، مع ذلك استعملت الزبده تعطي بنه وتعطي كذلك احمرار شباب للكيك ديالنا بهذا الشكل. نضيف له الفارينه عادي جدا. وبعد ما نروح نوضع الخليط ديال الكيك ديالنا في وسط المول، ضروري جدا نعليو يدينا على اقصى حد، يعني قد ما تعلو يديكم قد ما هذيك الكيكه تجي ما شاء الله. يعني هذه حاجه تقنيه بزاف شابه للكيك. شوفوا كيفاش انا يدي طالعه وراني نهبط في هذاك الكيك. بعد هذا نخبطه فوق طاوله العمل ونروح ندخلو للفور اللي كنت سخنته من قبل على اعلى درجه. بعد هذا نقصت له على 180 درجه حتى يطيب لي الكيك ديالي من الفوق ومن التحت، وياخذ هذا اللون الشباب الذهبي الاحمراري ما شاء الله. دوك نروح نقلبوها وتشوفوها كيفاش طايبه من كل الجوانب.
لكن انا باش نتاكد اني جوزت على الحواف ديالها السكين وما لصقتش كما راكم تشوفوا. وشوفوا كيفاش الطايبه حميمره الله فيها الزبيب ما شاء الله. درك نروح نعاود نقلبها باش نبدا في التزيين ديالها الراقي اللي اخترته لها، اللي خلاها تصير كيكه ملكيه، كيكه بالطبع والشان اللي تحمر الوجه تروحي بها ضيفه كانها حاجه اللي تكون استعملنا فيها حوايج بزاف لكن حوايج قليل، ولكن عملنا يقولك من القليل نعملو الكثير. وهذا انا واش عملت مع هذه الكيكه. بعد ما خليتها شويه تبرد شويه، ورحت ثقبتها بهذا العود الشواء ولا السكين ولا اي حاجه، ونروح نضيف لها المربى وهي بهذا الشكل. علاش قلت لكم خليوها شويه تبرد؟ باش تقدروا تخدموا بها، وكذلك في نفس الوقت ما تخلوهاش تبرد بزاف باش تشرب لكم هذا المربى ديال المشمش. وضروري جدا يكون المربى ديال المشمش. وندهنوها من كل الجوانب بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ما دهنت الكيكه ديالي عندي هنايا كاوكاو ايفيلي، كاوكاو محمص ومرحي، النواف كوكو والزبيب نوعين اللي استعملتهم في الحشو وزيت استعملتهم في التزيين، وكذلك كما قلت لكم عندي المربى ديال المشمش. دوك عمليه التزيين كيفاش راح تكون لاحظوا معها حاجه سامبل وحاجه راقيه كما حكيت لكم. وكذلك راح نقول لكم باللي غدوه ان شاء الله لما ينزل هذا الفيديو راكم راح تلقاو في القناه ديالي الثانيه الكيك ولا اروع، هشيش بطريقه جديده بطريقه مغايره، مشروع في القناه ديال المشاريع. نتمنى راح نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. نحبكم كامل تهجموا لي عليها وتعملوا لي لايك ان شاء الله في الفيديو اللي غدوه راح ينزل. بعد ما عملت هاد الخطوط ديالنا بالنواة كوكو، رحت عملت كل مثلث عملت له نوع من المكسرات اللي كانوا موجودين عندي في البيت، يعني ما كلفتش روحي نهائيا. بهذا الشكل تقدروا نتوما تستعملوا حاجه واحده، يعني ما تكلفوش رواحكم. انا حبيت برك نعطيها كشكل راقي، نقدر حتى نروح نهنئ بها كما قلت لكم، نروح نضيف بها يعني حاجه بسيطه لكن المنظر ديالها يجلب اي واحد. بعد ما عملت هادو رحت جبت الزبيب ديالي باش يجيني بنين ويجيني يلمع. رحت عملت له ملعقه من مربى المشمش ونروح نوضعه فوق ونخلطها فيها المربى ديال المشمش. بعد هذا نروح نضيفه بهذا الشكل، الاولى باش يعطيني بنه والذوق ديالو يكون شباب، وثانيا باش الزبيب ديالي لما نوضعه فوق الكيكه يعني يبقى لي ما يبقاش يطيح لي من الكيكه ديالي، يعني حتى نفواياجي بها ولا نمشي بها الطريق تبقى لي على حالها. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اللي مازالت عاد ما اشتركتش نقولها روحي اشتركي حبيبتي، اللي مازالت ما فعلتش الجرس بيوصلك كل ما هو جديد. نتمنى تروحوا تفعلوا الجرس ديالكم، هذا الجرس ضروري جدا باش تشوفوا لي فيديو ديالي دائما ان شاء الله. وعن قريب ان شاء الله راني راح نرجع للنشاط ديالي ونعود نهبط لكم لي فيديو يوميا ولا نهار على نهار ان شاء الله. لكن هاد الطاقه بواه ترجع لي الايجابيه، ترجع لي بكم نتوما بالتفاعلات ديالكم مع الفيديوهات ديالي، لانه صدقوني عد نعجز اني نروح نصور لكم ونحط لكم لي فيديو. راهم عندي وصفات وفيديوهات، راني حتى فيديوهات كاين صورتهم ومانيش نحط فيهم في اليوتيوب بيسك راني بطاقه سلبيه على انه قله التفاعل يخليني ما نعودش نحط لي فيديو.
بعد ما زينتها بهذا الشكل الكيكه ديالي كما راكم تشوفوا، رحت قدمتها بهذا الشكل الراقي والبسيط اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. نتمنى يكون عجبتكم هذه الكيكه، يكون عجبكم هذا التزيين، وتعطوني رايكم فيه في التعليقات، وتقولوا لي من اي ولايه راكم تتابعوا فيا، من اي بلاصه. اذا حبيتوا تتابعوني على الانستغرام والفيسبوك ديالي راني راح نحطهم لكم في صندوق الوصف. تفضلوا، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكل واحد فيكم ان شاء الله. ركزوا لي دوك راني نقطع الكيكه ديالي. شوفوا كيفاش هشيشه، شوفوا كي راني نقطع فيها بالسكين، راهي تعمل لي وحدها. شوفوا كيفاه راهي تتفتفت وحدها من كثرة انها خفيفة. راني بالسياسة عليها لانه لما نفورسيها راهي رايحة تتفتفت كامل. شوفوا خفيفة 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 لدرجة ما تصوروهاش. نتمنى من كل قلبي انه هاد الكيكة تاخد نسبة مشاهدة اللي تستحقها، نسبة اللايكات، لانه راني نشوف فيكم تتشاهدوا لكن ما كمش تعاملوا في اللي لايك. البنات اللي لايك راهم بلاش، ولي لايك لما تعاملوهم ما راح ينقصوا منكم والو. نتمنى اي وحده ولا اي واحد يشاهد لي فيديو يعمل اللايك. ما تنساوش اللايك، اعملوه لي في النص ديال الفيديو ولا في اخر الفيديو. نتمنى من كل قلبي انه هذا الكلام يكون مسموع وهذه الكيكه تكون عجبتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله، ولا وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.